قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي جان المؤمن القوي مؤمنا عبادة خيس الجباتو خير تعالى جان وأحب إلى الله جم ربي تلي جالة مجان من المؤمن الضعيف مؤمن عبادة خيس الضعيف رججو وفي كل خير وما خيس التوغاري تجان احرص على ما ينفعك يا المنا باوا سفيد الربلولي واستعين بالله ربي قرقار سفدو ولا تعجز هنفتن وإن أصابك شيء ويوسف أندفن فلا تقل إنجين لو أني فعلت وصونا كان دلقي كان كذا وكذا أكيخن نتامة إنجين ولكن أمو قل قدر الله وما شاء فعل جي رب ما أنك قدر ربي وانفد دلقي فإن له وصونا كان جي أكنتي إنسن تفتح عمل الشيطان وسواس شيطانا سبنتيجا رواه مسلم آية السابع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آية قال نبي ربي كجان أجبت النار جنني إبدني مرفم تجان بالشهوات واللبون ما فيتون وأجبت الجنة بالمكاره جنني ماس واللبون جبتون مرفم يجان متفق عليه آية وفي رواية لمسلم ويا مسلم كيست حفت وفجتي بدله جبت بدلوا جبتي لا وهو بمعناه ما ننسى تقمايا أي بينه وبينها هذا الجاز حسابي إبدا جدو دل خنا جراجتو فإذا فعله وقول دل خنا دلقي دخلها إبدا نمسينايا الثامن سدت فن عن أبي عبد الله حذيفة بن يمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي وجني صلاة ذات ليلة أركنتكو فافتتح البقرة سورة البقرة رجم مريجي فقلت إفكيس النينجيا يركع عند المئة وقواية البقير وكوان جيجي ثم مضى لدبرجي فقلت أما سنينجيا يصلي بها زميا الرقودة يسيتين صلاة ديمان جيجي في ركعة ركعتك خيست فمضى لدبرجي فقلت أما سنين جيجي يركع بأكملها إسي قوتر ركو ديمان جيجي ثم افتتح النساء سورة النساء جمريا فقرأها نكريا ثم افتتح آل عمران إيقنا على إبران جمريا فقرأها نكريا يقرأ دوبا نكرايا مترسلا سوتا دامباسي إذا مر بآية فيها تسبيح وقود آية تسبيح نخيس جرد فيه سبح ربي كل ليسايا وإذا مر بسؤال آية خدان كيس جرد تقود فيه سأل نخدتايا وإذا مر بتعوذ وقود آية مغنفتين سخيس جرد فيه تعوذ نمجنفتايا ثم ركع آية إيقنا نركويا فجعل يقول جتشو سيني سبحان ربي العظيم جتشو سيني فكان ركوعه ركو نسانته نحو من قيامه أدري لابت سام ثم قال إيقنا نجي سمع الله لمن حمده أكنا جيا ربنا لك الحمد أكنا جيا ثم قام قياما طويلا لابت يام بدين سديرا لابت قريبا مما ركع ركو أكدياتو ثم سجد إيقنا نسجودي فقال دوبا نجي سبحان ربي الأعلى أكنا جي فكان سجوده سجود نسانته قريبا من قيامه لابت أكدياتو يا رواه مسلم آية التاسع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي وجني صلاة ليلة أكنتك فأطال القيامة لابتني ليريسي حتى هممت أنقا يادتي بأمر سوء أمري فقدت تكتي قيل وما هممت به مالي سياد جنين قال علم مسؤول نجي هممت أن أجلس تاودا ياديجي وأدعه رسول لك سي متفق عليه آية العاشر عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آية قال نبي ربي كجر يتبع الميت نمد وجلني ديماجا ثلاثة واسدي ديماجا أهله وماله وعمله ورساتي بيد ميغرتي وريساتي بيد لغاسات ديماجا ويرجع اثنان نمني ديبيا ويبقى واحد تقوى باجا يرجع أهله ورساني ديبيا وماله وريسان لين ويبقى عمله وجيسا بيتشابيرا فا
متفق عليه. آية. على 11 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي كجان الجنة أقرب إلى أحدكم جنة تكو خيس للديوراجا من شراك كنيا نعله ليس خبي سارا النار مثل ذلك. إبتلنا كسما جنجي. رواه البخاري. آية. الثاني عشر عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية. ومن آل الصفة رضي الله عنه ورم قال برنجان نجد رسول قالوا راخنته قال أكجي كنت أبيت قبلون تيجي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول وجين فآتيه رسولك دفون تيجي بوضوئه بشان ساتين وحاجته وان نتاج من فقال دوبا نبي نجيجي سلني ميوان الرب سيخدو نتمدو جيجي فقلت دوبا ننجينيا أسألك أتي ربنا خدجون سي مدان جينيا مرافقتك في شريخة خي جنة الجنة خيسا نقدو فقال نبي ربي رجان أو غير ذلك نبيرون كبدو ينان جيجي قلت هو ذاك فدين تيجتون مان جينيا قال نبي ربي كجيجي فأعني على نفسك أكسات لبوتي ترنا غرغاري جيجي بكثرة السجود صلاة سنة الدمي سودان رواه مسلم. آية. الثالث عشر عن أبي عبد الله ويقال أبي عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي تندجيجا يقول أنجو عليك بكثرة السجود يا المنما سجود الدمي سر التاجرات توجا فإنك أتي أن تسجد لله ربي يتين سجود توجا سجدة سجود ستقل إلا رفعك الله بها يا درجة ربي سوبا سجود سنين درجات والفود ملي وحط عنك بها خطيئة. ما سيا سر أبو سملي. رواه مسلم. آية. الرابع عشر عن أبي سفيان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي كجان خير الناس الرجال نما من طال عمره نمبري سادة رتة وحسن عمله. جنسا بريدة جنجي. رواه الترمذي وقال حديث حسن آية. بسر جتون. بضم الباء وبالسين المهملة. آية. الخامس عشر عن أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أدي رخية تقني فقاتي أنس بن نضر رضي الله ندري عنه خنتي عن قتال بدر لولا بدري را فقال يا رسول الله يا رجم ربي جيجي غبت دوبني فقاتي عن أول قتال قاتلت المشركين أولا لولا تمشركا لول تيراي لئن الله وشهدني يا ربي انكو نجيسي قتال المشركين لولا مشركا ليرين الله ربي إنما ملسو دافتا جيجي ما أصنع. واني نندلقو فلما كان يوم أحد ويان ودقودته انكشف المسلمون إسلام نيجابيجان فقال دوبا نسكن نجي اللهم اعتذر إليك يا ربي يا نزري ستي مداجي مما صنع هؤلاء وانا نندلقنرا يعني أصحابه شريخ سافده وأبروا إليك كما خيتين كل مما واجي صنع هؤلاء وانا رمخن دلقرا يعني المشركين. مشركا فده ثم تقدم إيقنا فولدر الديمي فاستقبله إسافان دفجان سعيد بن معاذ آية. فقال يا سعيد بن يا سعد معاذ الممواجين جيجو الجنة الجنة جنة ورب الكعبة الجنة أريد أن جنة فدا جيجو ورب الكعبة ربي كعبات إتكاو الجنة مرادي جنة فديتوتي جنجو إني أجد ريحها أشرب أركايا من دون عود. وكنا ستي قال سعيد سادة كجي فما استطعت يا رسول الله أنت بيرجم ربي وأنت دنيجي ما صنع. وأنا ندلق سن قال أنس أنا سلمي مالك كجي ووجدنا به دوبي سن قريجي 89 ضربة بكسد بالسيف تميمي قتوا ليش سيفين دوان أو طعنة برمح ورانا سغرتي ورانا أو رمية بسهم دربتين تيان دربتن بكسد تمي فوي قريجي ووجدناه دوبي سن قريجي قد قتل لغا خنا جيبامي ومثل به المشركون أبو جبلي سجيجي وما عرف واحد نمتو كوايسن بينيجي إلا أخته بليتي ساتا كمالي ببنانه وبساتين كبيتيجي قال أنس أنا سلمي مالك كجي كنا نرى أيان نتانيجي أو نظن تكاو الرينو أن هذه الآية آية كن نزلت فيه إسا خيس بوتي وفي أشباهه نما إسا فكاتو خيس بوتي من المؤمنين مؤمن الرا
رجال صدقوا ورما دقوم سجرجا ما عاهدوا الله عليه ورب الرتادي قرن جيشو إلى آخرها أنقدوا ما توفي متفق عليه قوله جيشي لا يرين الله جيشورا روي بضم الياء وكسر الراء أي لا يظهرن الله ذلك للناس ربين دلقاتو ترنماني كل ساعة جيشو وروي بفتحها لا فتتيز كرامي ومعناه ما ننسى ظاهرا ملة ربي إني أركاي جتا الله أعلم رب ما توكيتشاب بي خاجن السادس عشر عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة آية صدقة دا جتو قم بوته كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل قربان تقني دفيا فتصدق بشيء كثير وقدو تكصدقتيا فقالوا من منافقان جن مراء قنيسا نار كريف كنتي جن وجاء رجل آخر تقم ما سن دفيا فتصدق بساع سكتك صدقتي فقالوا أما سن جايا إن الله ربين لغني عن ساع هذا فنزلت نبوته الذين يلمزون المتطوعين أي بيسو المتطوعين أرمار جوموته من المؤمنين بالصدقات الذين لا يجدون إلا جهدهم دنديتي ساني ملي ورن أركن ورأي بيسو عذاب على ساني بجرا أجربين متفق عليه ونحامل بضم النون وبلا المهملة أكسي كراني أن يحمل أحدنا وكون كن ينباتا جيجو على ظهره جسارتي بالأجرة وجورادان ويتصدق بها يبي وجورا صدقتا جيجو السابع عشر مات ما كبتوا مالت السابع عشر عن سعيد بن عبد العزيز الربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جد بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي كلكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم آخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البار يا عبادي إنما هي أعمالكم صيالكم ثم أوفيكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه قال سعيد قال أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جسى على ركبتيه رواه مسلم وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث